الوداد الرياضي يستفسر على وضعية تيمبينكوسي لورش عن طريق موكله بعدما لم يلتحق بناديه الليبي لحد الآن. للإشارة اللاعب يتدرب لوحده مند أيام. حل لاعب الوداد الرياضي البوليفي موزيس بانيانغو بالمغرب منذ يوم أمس رفقة وكيل أعماله من أجل عقد جلسات مع إدارة النادي لمناقشة العروض التي توصل بها اللاعب والبحث عن الصيغة المناسبة لحسم مستقبله مع الوداد، سواء بالاستمرار أو قبول أحد العروض وخوض تجربة جديدة الموسم المقبل. مهدي بن عبيد يمنح موافقته لإدارة الوداد الرياضي بشأن العرض المقدم له من الرئيس إبراهيم العسري، والحارس ينتظر عودة الرئيس من عطلته لبدء إجراءات تجديد عقده مع النادي. الوداد الرياضي يواجه الدفاع الحسني الجديد يوم الأربعاء 26 غشت انطلاقا من الساعة 5 مساء في اختبار جديد للوقوف على مدى تلاحم المجموعة وانسجامها قبل الدخول في معسكر إعدادي بتغزوت سيتخلله خوض عدة مباريات ودية أبرزها أمام حسنية أكادير. إدارة الوداد الرياضي بقيادة إبراهيم العسري تضع ضمن أولوياتها هذا الأسبوع ملف رفع المنع المفروض من طرف فيفا من خلال تصفية النزاعات العالقة، مع اعتماد ضمانات مالية لدى العصبة الوطنية لرفع المنع، أسوة بما تم اعتماده مع أندية أخرى خلال الموسم الماضي. من المرتقب أن يجدد نادي الوداد الرياضي عقده مع مستشاره الرسمي إنجليك ل4 سنوات إضافية مقابل مبلغ يتراوح بين 750 و 800 مليون سنتيم سنويا. على طريقة الأندية العالمية، الوداد الرياضي يقدم طاقمه التقني فردا مع التعريف بكل عضو ودوره ضمن طاقم مكون من 5 أفراد بقيادة المدرب البرتغالي باولو سيرجيو استعدادا للموسم الكروي الجديد.